كما تنعرفوا كاملين البارفان واحد الحاجه ضروريه تكون عندك. اول حاجه تتخلي ريحتك زوينه قدام الناس، والحاجه الثانيه تتكمل لك الستايل ديالك. ولكن شنو هما الانواع ديال لي بارفان اللي كاينين وشنو الفرق بيناتهم؟ النوع الاول او فريش، هذا النوع حتى هو تيتصنف مع الرويح. الماده الخام فيه ولا تركيز العطر، بمعنى الروح ديال البارفان تتكون 2% بالاضافه للماء والكحول، وبسبب النسبه القليله ديال تركيز العطر الريحه ديالو دغيا تطير ما تتبقاش بزاف، وحتى الثمن ديالو تيكون رخيص بزاف. وهذا النوع تيتصنف مع المنتوجات ديال الدراري الصغار. النوع الثاني اودي كولون ولا كولونيا كما تيقولوا المصريين، وهذا المصطلح ديال كولونيا تعتبر اقدم مصطلح تستخدم بالنسبه للروائح. وهاد كولونيا تتكون الريحه ديالها خفيفه بزاف، وفي الغالب تياخذوها من الفواكه. نسبه تركيز العطر فيها تتكون ما بين 2 و 4%، بالاضافه للماء والكحول. وبحالها بحال النوع الاول الريحه ديالها ما تتبقاش بزاف. النوع الثالث اودو طواليت، هذا النوع ديال البارفان معروف بزاف، الماده الخام فيه تتكون ما بين 5 و 15%، بالاضافه للكحول. الريحه ديالو ما تتبقاش بزاف، تقريبا اكثر من 3 سوايع، وحتى الثمن ديالو تيكون مناسب على حساب الخدمه ديالو. النوع الرابع اودو بارفان، هذا النوع هو الاكثر شعبيه وفي نفس الوقت هو الاكثر استعمال عند الدراري وحتى عند الدريات. تركيز العطر فيه تيكون ما بين 15 و 20%، بالاضافه للكحول. الريحه ديالو تتبقى اكثر من 8 سوايع، وحتى الثمن تيكون طالع واحد شويه. اللي خاصك تعرف هو قد ما كانت نسبه الماده الخام ولا تركيز العطر زايده، الثمن حتى هو تيكون زايد. النوع الخامس بارفان، هذا النوع ديال الروائح هو الاكثر جوده، حيث نسبه الماده الخام فيه ولا تركيز العطر تتوصل حتى ل 30%، والاغلبيه المواد اللي تستعمل فيه تتكون 100% طبيعيه. الريحه ديالو ما نقولكش عليها، تتبقى اكثر من 24 ساعه، يعني الا رشيتي الريحه اليوم الغد ليه غادي تشم نفس الريحه. ولكن الحاجه الوحيده اللي فيه ما مزياناش الثمن ديالو تيكون غالي بزاف. في الاخير اللي نبغي نقول لك قبل ما تشري اي ريحه، شوف نسبه الماده الخام فيها شحال، حيث اللي غادي يحدد لك الجوده والثمن ديال البارفان هو نسبه الماده الخام. هذا مكان تهلاو في ريوسكم، تلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد.